اهلا وسهلا. اليوم غنهضروا على الظلم اللي تعرضت ليه السيده الايطاليه في المغرب. هذه الايطاليه كانت تحب المغرب وكان دائما تخطط لزياره المغرب، لكن هذا الحب يعني تحول الى اكراه بعدما تعرضت لمحاوله القتل من طرف مغربي في مراكش. الغايه من هذا الفيديو هو تشديد العقوبه على هذه اللصوص، لانهم كيشوهوا السمعه ديال المغرب، كذلك حتى زعزعه الاستقرار والامن في المغرب، اللي كنعرفوا ان السياح عندهم واحد الدور مهم في الاقتصاد ديال المغرب. ندخلوا في الموضوع. هذه الكاتبه فكان عندها حب كبير بزياره المغرب يوم من الايام، لذلك رافقت الى جانب زوجها وكذلك ابنائها الى زياره مدينه مراكش في المغرب. فاثناء زيارتها لاحد الشوارع في مدينه مراكش كتعرض للسرقه من طرف لصوص مغاربه في احد الشوارع في مدينه مراكش. حسب ما روته انها تم سرقه جميع الوثائق الخاصه بها وكذلك بعض الاموال المصطحبه معها، الى جانب بعض اللوازم اخرى المرافقه لها. فلم لم يتبقى لها اي شيء، حتى جواز السفر والوثائق الخاصه بها، فتمت سرقته. هذا السرق لم يكتفي بالسرقه، لكن تعدى الحال الى الاعتداء عليها ومحاوله القتل والضرب والجرح، التي اثرت بشكل كبير على راسها، كانت ما بين الموت والحياه، لان الضرب على الراس كانت ضربه جد مؤثره جدا، فقدت بالاثر ديالها فقدت الوعي ولم تتذكر اي شيء. والزوج ديالها لم يستطع الانتظار، فاستاجر اجره لاخذها الى المستشفى بسرعه لتتمكن من العلاج. المشكل ما غيتوقفش هنا، المشكل ان بعد ما خرجت من المستشفى فكان لها اول شيء تقوم به هو ترجع لبلادها الطليان، لكن المشكل هو ان جواز السفر ديالها حتى هو كان ما بين الاشياء اللي تسرقت لها. هذاك الشيء علاش؟ فكان من الضروري ان تاخذ محضر من طرف الشرطه وكذلك انه باش تدخل به هنا لايطاليا، لكن المشكل والصدمه الكبرى ان حتى في المطار ترفض لها الامر، واصحاب الطائره لم يكن لهم قبول بهذا الامر. لذلك كان من الضروري ان تكون هناك واحد الختم من طرف القنصليه الايطاليه في المغرب. للاسف هذه السيده الايطاليه تعرضت لجميع المشاكل. اول حاجه شيء محاوله القتل، ضرب الجرح، السرقه، سرقه جواز السفر، كذلك ان حتى في المطار او لم يتم القبول الامر ديال المحضر ديال الشرطه بالدخول الى ايطاليا. كان من الضروري الختم ديال القنصليه المغربيه، القنصليه الايطاليه الموجوده في المغرب. المشكل الاكبر ان هذا الامر كله كان يوم الجمعه ويوم السبت والاحد، ونحن نعرف ان الخدمات القنصليه يوم السبت والاحد خارج الخدمه، فهي مغلقه، وانها يجب ان تنتظر الختم على محضر الشرطه من طرف القنصليه من اجل السماح بالدخول الى ايطاليا او الركوب الى الطائره. فهذه الايطاليه تعرضت لجميع المشاكل، السرقه، كذلك المشكل في المطار، كذلك الايام ان السبت والاحد خارج القنصليه خارجه على الخدمه. فهذه السيده تحكي وهي تتاسف عن وضعها، لكن الشيء الجميل الذي تقوله انها لقت معامله جد طيبه، لا من طرف المستشفى، لا من طرف الاطباء وكذلك الممرضات، لا من طرف كذلك الشرطه ومن جميع الخدمات، فهي لقت معامله جدا. لكن الشيء الذي كانت تتاسف له هو من تعرضت له في مراكش من طرف هذو اللصوص الذين يعطون صوره سيئه عن المغرب، وكفى. يجب وضع حد لهذا الاشخاص، لا يمكن قبول بهذا الامر مره اخرى. يجب الامن يتدخل وان تكون هناك عقوبات قاسيه وشديده، لان هذه الاشخاص فهم يعطون صوره سيئه عن المغرب وكذلك يشوهون صوره لا في الخارج، لان هذه الاشخاص كن متيقن ان عائلتهم وكل الاشخاص الذين يعرفون هذه السيده لن تكون لهم يوم من الايام فكره زياره المغرب، لان دائما لهم خوف ان يقع ما وقع على هذه السيده. يجب حد ووضع امر صارم وعقوبات شديده من اجل عدم تكرار هذه الامور، خصوصا في مدينه مراكش. كل المدن التي تكون لها نسبه سياح كثيره فيجب حد من هذا الامر ومن هذه الامور التي تعطي صوره سيئه عن المغرب. ونحن نعرف ان السياح يشكلون نسبه كبيره جدا في الاقتصاد في المغرب، يساهمون بنسبه كبيره جدا، ولا يمكن لاي دوله ان تتطور بدون سياح. لذلك لا يمكن ان تكون هناك تطور كبير على جميع الاصعده في المغرب، على جميع المجالات، ويكون هناك شخص معين أن يضع هذه الأمور كلها إلى الجانب وبأفعال لا يمكن قبولها أبدا. كفى، يجب تشديد العقوبات. وهذا رأيي، أما رأيكم لا أعرفه، وأريد أن أعرف رأيكم. هل يجب تشديد العقوبات على هذه اللصوص، أم هناك أشياء بديلة يمكن القيام بها من عدم تكرار مثل هذه الأفعال؟ لا أعرف، لكن هذا رأيي يبقى، ورأيكم أنتم أيضا يحترم.